ناس تحارب وتنتقد الإنسان الناجح؟ سؤال مهم جدا وجبت وسيلة توضيح وياي. هذا ملح، بس ملح صحي، مو هذا ملح الطعام الغير صحي. الملح ينطي طعم للأكل صح؟ والنجاح هو ملح. يعني أنت الأكل بدون ملح فاهي وماسخ وما بطعم، وكذلك الحياة بدون نجاح فاهية وماسخة وبدون طعم. طيب إذا كان النجاح هو ملح يعطي طعم للحياة، وإحنا نجحتي أنت في مشروع عاطفي، فتنثرين هذا النجاح. ناجحة في علاقة عاطفية، ناجحة في زواج، في تربية أولاد، في عمل، في وظيفة، في دراسة، في كسب مادي، في شهرة. ده تنثرين هذا النجاح بين القرايب والأهل والأصدقاء وبالسوشيال ميديا. الكل بدأ يعرف أنه حنين نجحت لأن ملح نجاحها انطى طعم لحياة من حولها. طيب وين المشكلة؟ توجد ناس مجروحة، عندها جراح نفسية، جراح عاطفية، فاشلة في علاقة زوجية، فاشلة في تربية أولادها، عندها فشل دراسي، عندها فشل مادي، فشل في وظيفة، فشل فكري، تحرش، تنمر. الفشل هو جرح عند الإنسان، والجرح المفتوح من يوقع عليه الملح إيش يصير بيه؟ راح يصرخ. تخيلي أنت تتقلبين بالورق وانجرحتي، راح تأذيت. فبالتالي ملح يوقع على جرح مفتوح ما زال ينزف عنده، فمن راح يوقع ملحج أو ملح أي إنسان ناجح على جرح هذا الشخص راح يصرخ. طيب شلون راح يترجم هذه الصرخة؟ راح يترجمها على شكل تعليق سلبي بس حتى يصرخ آخ، أو راح يترجمها على شكل كلام بوجهك، أنت كذا أنت كذا أنت كذا، أو راح يترجم هذه الصرخة مال الألم اللي مر بيها بكلام ظاهرك حتى يخفف. لأن الإنسان من يصرخ بالألم يخف عنده الألم شوية، يخف يهدى. شايفة من يوجعنا شيء ونصرخ آخ راسي، فمن نصرخ يخف شوية الألم. هو نفس الشيء من دا ينتقد ويجرح ويتكلم الظاهر وكلام سلبي بالعلن وبالخفاء وبالتعليقات. ليش؟ حتى يصرخ، حتى يخف ألمه. طيب هل انه احنا معناته نبطل ننثر ملحنا، نبطل ننجح ونبطل ندرس ونبطل نعمل ونبطل ندخل علاقة ناجحة؟ اكيد لا، اكيد لا. ما راح اخلي جرحه يؤثر على نجاحي، لان الحياة محتاجة الى الملح مالي ومالك ومال غيرنا. عليه ان يشفى، عليه ان يتابع ناس صح، يطلع من اللي هو بيه من السلبية اللي ويشفى. لان احنا هم كنا في يوم من الايام مجروحين وشفينا وقدرنا ننجح وننثر ملحنا. المفروض هو أيضا ينجح حتى يشفى وينجح وينثر ملحه بدوره. فمو أنا، وبالعكس الملح من يوقع على الجرح راح يفيده.